السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم جيتكم بوصفة تاع مسكوشة ديروها لقهوة العصر على بالي كمل العيد كمل معاه الكاطو. غادي نوليو لحياتنا طبيعية ونرجعوا للمسكوشات تاعنا. نبداو بالمكونات وطريقة التحضير. في ريسيبيون نديرو 3 حبات تاع بيض يكونوا كبار ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ، نزيدوا لهم رشة تاع ملح، نبداو نخلطوا فيهم حتى تتشكل لنا الرغوة. كي تتشكل الرغوة نبداو نزيدو في كاس موان 2 دوا تاع السكر، نزيدو على 3 دفعات حتى يولي الخليط ابيض ويضاعف حجمه. من بعد نزيدو كاس تاع زيت موان 2 دوا وكاس تاع حليب موان 2 دوا، نبداو نخلطوا فيهم تدريجيا. من بعدها نبداو نزيدو في الفرينه كل وحده والفرينه تاعها. انا تقريبا درت لي قريب 2 كيسان مقل شويه، ونديرو معاهم 2 باكيت تاع لاليور شيميك، وانا زدت له درت زاز تاع 2 حبات ونص ليم، وزدت عليه عصره تاع ليم قيس مغرف، واللي ما عندهاش الليم دير مغرف خل كمحسن. من بعد حكمت المول هذا تاع الحلقوم، دهنته بالسمن والفرينه وفرغت عليه الخليط. كنت مشعله الكوشه من قبل على 180 درجه. خبطتها شويه ومن بعديها فوت عليها بالكوردون ودخلتها طيب عندكم نص ساعه تكون طابت. من بعديها شعلوا لها من الفوق خلوها تتحمر وجبدوها. بعد ما تبرد لكم تروحوا ديروا الكاناش تاع الشيكولا. انا هنايا درت واحده مونه، زدت لها شويه الحليب، ذوبتها في الميكرووند بالخف. من بعد اللي عندها لا كريم دير لها لا كريم عادي جدا. انا هنايا بعد ما بردت المسكوشه تاعي نحيتها من المول موليتها، ومن بعديها بديت نديرها في الشوكولا من الفوق. هذا ما كان سهله ماهله توجد لكم بالخف. مشيتها مليح، درت في الوسط لداخل غطيتها كاع، قدتني هذيك تاع 100 غرام تاع مونه. هذا ما كان. بعد ما بردت وجبدت ديك الشيكولا حكمت روحها شويه، بديت نقطع فيها. دوك نوريكم المورسو كيفاش يجي داير، تجي هشيشه بنينه فيها هكا ديك الاخر تاع اللي ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم، نتمنى تجربوها، واذا جربتوها اكتبوا لي في التعليقات كيفاش خرجت لكم. والى اللقاء في فيديو جديد مع وصفه جديده. سلام.